الو بابا ايش بيك ثبرتني؟ شنو شارع ظلمه؟ بابا لا تخاف امشي تعال لي. هو هذا شارعنا ظلمه شو اسوي؟ لك بابا صير مثلي قلبك ميت جلد. دقيقة. اي فتصير قلبك جلد يعني. باي باي ثمان الله ثمان الله. السلام عليكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من هاشتاج حاتم كاظم. طبعا كل هسه عبالهم انه حاتم كاظم هو شخصيه طيار، طبيب، عالم، فنان، اديب او فد شخصيه مهمه. هو شخصيه مهمه بس ولا واحده مثلني. حاتم كاظم هو نفسه ابو طبر. كلها قالت شنو؟ ابو طبر؟ اي نعم، حاتم كاظم هو نفسه ابو طبر اللي ذاع صيته بسنه 1973 وصار كابوس لاغلب اهالي بغداد. ناس نست نومة السطح، ما حد قام ينام بالسطح، صار كابوس لاهل بغداد. الاب يريد يربي ابنه يخوفه، حصيح لك ابو طبر، ما تدرس راح اصيح لك ابو طبر، تقعد عاقل راح اصيح لك ابو طبر، تصير عاقل ابو طبر ابو طبر، بحيث ابو طبر صار كابوس لكل الناس. ابو طبر من هو؟ اغلب الناس تعرفه، واكو ناس تعرفه، بس احنا نحكي على شغلات مو كل الناس تدري بيها. حاتم كاظم الهضم. حاتم كاظم الهضم من عشيرة آل هضم المتواجدة بجنوب العراق. طبعا هالعشيرة معروفة برصانتها ومعروفة بكرمها ومعروفة بقيمها المتمسكة بها، لكن لكل قاعدة شواذ، وهاي القاعدة اللي شذت هو حاتم. بس هذا بالأخير ما يأثر على رصانة هذه العشيرة. حاتم كاظم الهضم اللي هو أبو طبر من مواليد 1932 محافظة الحلة وقضاء المسيب التابع لهذه المحافظة. هذا حاتم كبر ونشأ نشأة طبيعية. دخل سنة 1946 الابتدائية، وبسنة 1949 تخرج من المتوسطة، وبسنة 1951 دخل مدرسة المفوضين وتخرج منها انه هو مفوض. بسنة 1952 أبو طبر انفصل من هذا السلك لأنه بأسباب ضبطية وأسباب هو قام يسويها ملاعيب من عند. أبو طبر هنا نقول صار مجرم؟ لا بعد ما صار مجرم. أبو طبر هنا قرر يكمل الثانوية اللي هو حاتم. كمل الثانوية ودخل كلية الطيران اللي هي كلية الدفاع الجوي حاليا. يا دوبك 3 سنوات انطرد من الجامعة بسبب تعمد تخريبه لطائرة تدريب. أبو طبر هنا صار مجرم؟ لا، بعد ما صار مجرم. أبو طبر بسنة 1957 قرر يروح للكويت ويشتغل بالتجارة الحرة وصار تاجر، وبقى هناك لمدة 3 سنوات ورجع للعراق. ما رجع للعراق اشتغل بدائرة الأوقاف اللي هي بكركوك، واشتغل بالحسابات وتحديدا بالجباية. ما طول فترة طويلة وتم فصله بسبب التلاعب بالمال العام والاختلاسات. تلاعب مال العام وين سامحها؟ المهم أبو طبر هنا ضاج وصار أبو طبر؟ لا، أبو طبر هنا قرر يسافر إلى أوروبا، وسافر إلى أوروبا واستقر بالميونخ وتنقل بين اليونان وبين بلجيكا وبين النمسا. هنا لقى موده بداية إجرامه، واللي هي اشتغل بتهريب السلاح والتهريب بين اليونان وأوروبا وتركيا. تم إلقاء القبض عليه بأحد الدول وانسجن 10 أشهر. يا الله. أبو طبر لما رجعوه للعراق هنا بدت مسيرته الإجرامية. بدأ أبو طبر يروح يطوب على البيوت، بس اللي ساعده بهذا الموضوع مرته كانت تروح الصبح وبالنهار بأيام اللي ما عندها شيء تروح تدقدق بيبان العالم، تستنقال البيوت الحلوة اللي بها أغراض زينة، بحجة إنه محتاجة تدخل حمام أو محتاجة تدور شغل، وتتقص البيت وتشوف البيت إيش بيه ما بيه، وبعدين ترجع تقول له هذا البيت بفلان منطقة بهيجي شارع بهيجي عنوان بهيجي مواصفات البيت. أبو طبر يروح على هذا البيت بالليل، يدخل للبيت. بداية نهاية قصة أبو طبر هو بأحد البيوت اليهودية. لما دخل أبو طبر لأحد البيوت دا يسرقها بالليل، قتل الأب والأم والطفلة، شافتها الخدامة وانهزمت وختلت، دور عليها ولقاها، ضربها ضربة واحدة بالرأس، كل ظنه أنه هي ماتت وراح. راحت أيام، جت أيام الخدامة من ميتة، الخدامة فاقدة الوعي، ورجعت عافيتها وطلبوا شهادتها كشاهد للجريمة، ومن أخذوها للمركز كانت الصدمة هنا. بالمناسبة أبو طبر كلش ذكي لدرجة أنه كان من يسوي جرائمه يروح وتجي الشرطة يرجع يوقف بمكان حادث يقول لهم
شكو صاير؟ يقولوا له والله ابو طبر كان يقول لهم يا معودين صدق كذب، لا دا اعرف انام، لا دا اعرف اكل، لا دا اعرف كل شيء اسوي من الخوف، يدلقون القبض على الطبر، لدرجه انه صادق ضباط الشرطه بذيك الفتره. ذكي. نرجع للخادمه، الخادمه شافت ابو طبر باحد مراكز الشرطه، وواقف ابو طبر يم ضابط دا يحكي وياه، وهي من صدمتها ومخافتها قالت هو هذا ضربني، هذا اللي اذاني، هذا اللي سوى بيه هيجي. ابو طبر مشى الموضوع على انه هي اثر الضربه مالتها مختله عقليا، وبدت تحكي بكيفها. الضابط اللي واقف يمه حس اكو شيء، بس مشى الموضوع على انه هاي مختله عقليا حتى لا يحسس ابو طبر ترى احنا بدينا نشك فيك. من انا بدت الشرطه تشك بابو طبر، وبداوا يلاحقوه وبداوا يدققون وراه. الى يوم من الايام دخلوا البيت وداهموا بيته قوه من الشرطه، ولقوا باب سري، والباب السري يودي الى غرفه. طبوا لها الغرفه، لقوا كل الغراض اللي بايقها ابو طبر، ومن ضمن هاي الغراض الراديو مال العائله اليهوديه اللي مكتوب عليه اسم الطفله اللي تشتغل عندهم الخدامه. اعتقلوا مرته، لما اعتقلوا مرته بدافع الحب والغرام مرته راسا اعترفت عليه. قالت انا كنت اروح اختار البيوت وهو يروح ينفذ عملياته. واستمر ابو طبر الى ان اجى يوم من الايام ودخل على احد بيوت المهاجرين بالليل، وفتح الاضويه وشافته وحده من جيران هذا البيت وبلغت عليه، كل ظنهم انه حرامي عادي. لما القوا القبض عليه طلع هو ابو طبر. ابو طبر هنا بالتحقيق ساله المقدم، قال له انا اريد يعني يوم من الايام انت ما اثر بيك شيء، يعني من قتلت لك واحد ما اثر ظل بذاكرتك؟ قال له لا اكو. قال له انا يوم من الايام داوق احد بيوت المنصور، ضربت الام وضربت الاب ماتوا، ورحت دا اقتل الابن. الابن طفل صغير جو البطانيه يخاف يرجف، واخرت البطانيه صاحب علو صوته عمو الله يخليك لا تضربني، وضربته وراسه مات. ولحد هذا اليوم اني هذا الطفل ياكل بيه ويحرق بيه وما انسى موقفه. ابو طبر انعدم بسجنه بغريب سنه 1976. الروايات هواي، ناس تقول ابو طبر واحد صناعه مخابراتيه وصنعته المخابرات من اجل تصفيه الخصوم، وناس قالت هو صناعه مخابراتيه بس على مود يشغلون به الراي العام، وناس قالوا هو صناعه مخابراتيه بس على مود الدوله تقول يابا ترى احنا قد ما كان العصابات قويه احنا نقدر نسيطر عليها، يعني ترويج للاجهزه الامنيه. وناس قالوا لا هو مجرم، وكلها هاي الروايات بدون ادله، بس بالاخير يبقى ابو طبر مجرم وقاتل وتسبب باذى وانهاء حياه كثير من الناس، هذا اللي متفق عليه. بسنه 2011 احد القنوات العراقيه سوت مسلسل ابو طبر بشهر رمضان، كان بطولة الفنان كاظم القريشي. ابو طبر تم اعدامه وانتهت قصته، بس احنا اليوم عندنا هواي من ابو طبر. هذا كان احد كوابيس بغداد بالسنين اللي هي كانت بالسبعينيات. وبسلامتكم. سووا لنا لايك، تعليق، اعطونا ارائكم، ترى صحيح لكم ابو طبر. في امان الله.